يقولوا اللي البكوش ما تفهم لغته إلا أمه، وكذلك المهبول مش أمه، أما المهبول اللي كيفه. العاقل ما ينجمش يتفاهم مع مهبول، أما كيف يجيب له واحد كيفه شوف كيفاش يبداو متفاهمين. قال لك هاك العام هرب مهبول من التكية، ما هم كانوا يحطوا فيها هاك المهبلة الهايفين اللي يبداو يتصايحوا ويقطعوا ويريشوا ويضربوا ويقتلوا، ويبداو عاملين عليهم عسة صحيحة، واللي مكتف واللي في سلسلة واللي مطبوق في الحيط. انهار واحد منهم غافل العساسة وفلت، وصل حتى للباب، حل الباب، خرج تسيب في الشارع بتاعه يجري. قامت الصيحة، مهبول هرب بالتكية، وكل واحد هارب من جهة خايف على نفسه لا يضربوش بعد ضربة، وهو كأنه صيد تسيب من قفص، وعينيه تتشاعل ولحيته تخوف، ما هم لا يحجموهم ولا حتى شيء. وصل الخبر البربار، اجبد الصوت وشد جرته. هذا كانوا يعرفوه هاك العام، اليوم 50 سنة ولا قداش. هذاك هو اللي عس على المهبلة في التكية. شد جرته، شد 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 شيء. اللي يشوف المهبول جاي يلصق الحيط ولا يعمل على سقيه ويقول اخت راسي واضرب. يجري هاك المهبول حتى وصل قدام جامع القصبة. ثم راجل ماشي ومعاه وليده، كان يشيلوا في شاشية ومروح بيه. هاك الوليد هذاك عمره عامين ولا عامين ونصف، اش اللي حتى خطوته ما زالت مش ثابته، وبوه شاده من يده باش ما يعثرش وما يطيحش. يخلط هاك المهبول جاي يجري من تالي، وقت اللي حس اللي كلاه الحافر وقرب البربار، يخطف الولد ويدخل به للجامع. باب السمعة محلول، ادخل له بدا طالع في الدروج. تلمت الناس، خلط البربار بالصوت بتاعه، بول ولد يضرب على وجهه وكشاكشه على فمه. واحد زعيم نقز طلع على السمعة، المهبول السمع وطالع في جرته زاد جرى حتى وصل لفوق بالكل، وطل من الشباك وخرج الولد وقال إذا كان تقربوا لي راني نرمي الولد. وإذا كان ترمى الولد من الشباك بتاع السمعة ما يوصل القاعة إلا طرف ما يلحق طرف. قعدوا هاك الناس باهتين كيفاش باش يعملوا. واحد قال نجيبوا سلوم، قالوا له إذا كان تنصب السلوم على السمعة ما يرمي الولد. واحد قال نجيبوا خبان ننصبوه، قالوا كيف ننصب الخبان من هالجهة هذه ما يرمي بالولد من الجهة الأخرى. اللي يفكر فكرة تطلع مش طريقها. وسلموا أمرهم لله، وام الولد وصل لها الخبر خلطت بدات تجوح. ولا بربار ما هو ليل مع نهار وهو في وسط المهبلة، ولا يعرف أمورهم ويفهمهم تقريبا. قال لهاك الناس ركحوا الكل، حتى حد ما يقرب وحتى حد ما يتكلم، خليوني أنا ندبر. وقلب النعال رجع للتكية. جاء الواحد من المهبلة نحلوا حلوا السلسلة وخرجوا معاه. قال له اسمع، أنا نعرفك عاقل ونشهد فيك بالعقل. قالوا ايه ها يا عم بربر تعرف العقل؟ قالوا ايه ها اما ظالمينك، لكن ايش نعمل يا ولدي؟ انا قاعد نحسن لك في الحياه تو نشوف تو ندبرك في زيبك. اما شفت فلان تعبنا اليوم وهرب، وشد ولد صغير طلع به للسمعه وقال يحب يرميه من ثم. وليد صغير ايش عمل؟ مازال ما شاف شيء في الدنيا، ملايكه.
اسمع يا فلان، قال له هالنازلة هذه أنا نعرف عندك، دبر ردوا كيفاش تردوا للسواب وتمنح الولد بالموت. قال له هتهنى تعرف عندي. دخلوا للجامع، وصلوا تحت السمعة، هز راسه وشاف صاحبه. قال له يا قليل العشرة، هكا تخلينا وحدنا فلان وفلان 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 اللي تحبه وفلان اللي مستانس تلعب معاه في الخربقة وفلان ما عزبك حد منا ماشي هكا ومخلينا هاك الكمبي متاعنا الكل يقعد ناقص. وشنية سهرتنا الليلة بلا بيك؟ كيفاش مش تكون عشوياتنا وهاك الجوهريات اللي مستانسين نعملوهم في الصباح كيفاش يتعداولنا في غيبتك؟ قال له ولع الشيطان ويرجع معايا للجماعة. قال له تمشي من قدامي ولا نرمي يا ولد تو نجلد بيه القاعة. الراجل ما مستعرف حتى شيء، وحتى صاحبه ما حبش يفهمه. ولا الاخر قال البربار خلي كل شيء هكايا، اسكتوا يا ناس ولا تقلقوه، لا تقولوا له حتى شيء. معايا يا عم بربار. خرجوا من الجامع، كل حانوت يطل عليها، هذه حانوت طباخ، هذه حانوت عطار، هذه حانوت حجام. دخلوا للمر حتى وصلوا لحانوت شريف زريبي. هاك تصاوروا كالافاريات وشنو الغرابل ومنشار. قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له بربي يعمل لي مزيه، سلفنا هاك المنشار هذاك دقيقه من زمان. كيفاش؟ قال شريف هذاك معوني نخدم بيه وهذه ما جات في كتاب يا ولدي، ما ننجمش. كيفاش نعطيك معوني؟ قال له عن معروف، اعطيني هاك المنشار دقيقه من زمان. تكلم عمك بابا. قال له انا ما تخافش، تو نجيبهولك، انا بدي نجيبهولك. اخذا المهبول هاك المنشار هذاك ورجع للجامع والاخر في جرته. من حين ينادى بالسمعة ومكن المنشار في الحيط تاع السمعة، الاخر يطل من الشباك، شاف صاحبه داخل من الباب ويتبع فيه حتى وصل للسمعة وجبد المنشار وماشي يجر. قال له شنو ايش باش تعمل؟ قال له مش نحصد امها مساس هكا. قالوا ترضاني وخيك نموت؟ قال له تهبط ترد الود ماليه ولا تو نهبطها السمعة كلها. قال له ما تعمل حتى شيء، هاني هابط. وهبط حشاك ورجع له لد ابوه لامه وحط يده في يد صاحبه وشدوا ثنين التكيه وبربار وراهم يطرشق في الصوت بتاعه.